بركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الله يسترك في الدنيا والآخرة. انا كان ليا تعليق، ان شاء الله ارجو ان انا اقدر اقنع الاخت اللي عايزه تتطلق اللي ما اتجوزتش الا سنتين بس. اتفضلي. فانا عندي رؤيه اخرى، انا فاهمه هي ممكن تكون بتفكر في ايه. هي دلوقتي بتفكر، طبعا اي ست بتلاقي جوزها خانها او جوزها بص لحد بره، اول حاجه بتيجي في مخها انه اثناء خيانته لها ما بيحبهاش، ما بيحب زوجته. هي طبعا واثقه انه كان بيحبها قبل الزواج، واثقه انه بيحبها حاليا، او انها تتخيل انه ندم فعرف قيمتها فدلوقتي ابتدى يرجع لحبه تاني. لا، انا عايزه اكد لها حته ان هو حتى وهو مع ست اخرى بيحبها. وهناخد في رسولنا عليه الصلاه والسلام لنا فيها الاسوه الحسنه. ان ما ستنا عائشه يعني باختصار لما سالته عن ستنا خديجه وقالت له للرسول عليه الصلاه والسلام، قالت له ألم يبدلك الله خيرا منها؟ فقال الله الرسول عليه السلام إنه بلى، إنه لا، يعني إنه ما أبدلني الله خيرا منها. إن ربنا ما أبدلنيش خيرا منها. قعد يعدد مزايا ستنا خديجة بالرغم إنها توفت. وطبعا ده غير بقية الزوجات، إنه طبعا ما نقدرش نقول الرسول عليه السلام ما كانش بيحب حد، ده بيحبهم كلهم. بس ستنا عائشة دائما في كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام دائما كان بيتقال الحديث عن حبيبة رسول الله، في أحاديث كثيرة مكتوبة كده معلنة. برغم انه بيحب برضه ستنا خديجه، يعني ما ينفعش في الراجل له بطبيعته. ربنا خلق، يعني انا هفهمها الفكره جايه ازاي. ان ربنا اصلا لما حتى خلق فكره التعدد او شرع التعدد للراجل، شرعه وهو خلق الراجل بهذه الطبيعه، بطبيعه انه بيحب، عنده قدره او رغباته الجنسيه او كده، عنده قدرات 4 ستات، يعني بدليل ان ربنا هو اللي عمل خلقه كده. هو مش الراجل اللي حابب يبقى خاين او حابب يبقى يبص لواحده ثانيه او حابب انه يتجوز واحده ثانيه. هو الراجل ربنا خلقه بطبيعه جينيه كده او طبيعته كده. وانا اعرف من خلال الابحاث العلميه ان دي من، يعني مش هقول الدين كمان، يعني طبعا الدين ده الاساس، بس حتى لما عملوا في ابحاث علميه قالوا ان الراجل طبيعته 4 أضعاف الست. وفي اجانب كتير اسلموا، وفي واحده اعرفها شخصيا اسلمت بسبب البحث ده. بسبب ان الراجل دي طبيعته. فهل وهو بطبيعته 4 ستات هيتجوزهم، هل بيحب واحده والثلاثه لا؟ لا، بيحبهم الاربعه زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيحب زوجاته كلهم. دي حاجه الثانيه اللي تؤكد ان الراجل عنده هذه القدره وان هو ممكن يحب الكل. بس احنا ما نطلع في الاخر ان شاء الله، ويمكن قلت لحضرتك الرأي ده مرة في برنامج آخر، يعني الراجل له لغاية 70 حور عين، ممكن تبقى دي جايزته الكبيرة اللي ربنا بيفرح بيها عبده الراجل، فوق انه ممكن يبقى عنده تعدد لدرجة 70 حور عين، وهتبقى زوجته هي سيدة حور العين، أحلاهم وأقربهم له. بس هتبقى يعني برضه حور العين هم كل دول حور العين، بس هي تشال من جواها الغيرة. يعني كل اللي هيتشال ان ربنا هينزع من قلوبنا الغيره، اللي هي زي ما قالت اختنا قبل كده ان ده ابتلاء، فاحنا ابتلاءاتنا جايه في الغيره. فهو ربنا فوق في الاخر هيشيل مننا الغيره. طبيعه الست انها هي ليه بتبص له كده؟ لان ربنا خلق الست ما تحبش الا راجل واحد، ما تقدرش تظهر بنفسها بجسمها كله الا الراجل واحد. هي طبيعه الست فيها الحياء. فلما تطلع الاخره هيبقى برضه نفس الطبيعه اللي ربنا خلقها كده. ان هي ما تطلع الاخره واتجوزت واحد ورجعت طلقت واتجوزت الثاني او مات او اتجوزت الثالث، هتطلع تختار بين الرجاله اللي هي اتجوزتهم خلال حياتها وتختار واحد بس. هل هو ربنا هيشيل منها جوائز اخرى؟ لا، لان هي دي جايزتها اللي هتسعدها جدا جدا جدا، وهتوصلها انها سعاده بلا شقاء، ان هي هتحب واحد بس فوق اللي هو برضه زوجها، اللي هي هتختاره كمان من وسط كذا واحد. ممكن تكون اتجوزت واحد ومات مثلا واتجوزت ثاني وهكذا. دي اول نقطه انا بكلمها فيها، ان هي لازم تبقى مستوعبه كويس جدا انه حتى لو هو راح لواحده ثانيه بالحلال او بالحرام هو في النهايه بيحبها. دي حاجه اوليه. انا عندي شق اخر للموضوع. طبعا يعني من خلال بس الجمله دي، يعني هي لو تقدر ان هي الانسان يغير، مش هقول تغير شخصيتها تبقى وحشه، يعني لو تقدر تديله 4 ألوان من السيدات هو ممكن يفضل قاعد في بيته. 4 ألوان من شكل التسريحه، المكياج، اللبس، يعني حاجات كتيره جدا، اللي هو نظام كل ما يدخل يعتبر ان في ست اخرى وشكل اخر للست. فطبعا دي ما دام هو حابب انه يعني عنده يعني حابب انه يبص تاني لحد تاني، فدي نصيحه. الحاجه بقى الاخيره، الشق الاخر للموضوع اللي ممكن برضه يقنعها، طب انت عايزه تتطلقي، طب هتعملي ايه بعد كده؟ حاجه من الاثنين، عايزه تقعدي بدون جواز ابدا
يبقى هتعرضي لفتنه. ما ينفعش واحده متجوزه بسنتين، يعني انت لسه سنك صغير ولسه اكيد ممكن تعرضي لفتنه. لو هتقولي لا بعد شويه هتجوز ونظام هتجوز كتير ومش عارفه ايه وكلام من ده، هتتجوزي في النهايه رجل بنفس الطبيعه اللي بقى لي فتره بشرح فيها، اللي هي طبيعه ان هو الرجاله، مش عايزه اقول كلهم عشان الناس ما تتخضش، بس هم كلهم كده، يعني الرجاله كلها ربنا خالقها كده، هي مش عيب فيه ومش هو وحش، هو ربنا خالقه ممكن يبص لاربعه، فهي لو قدرت تعمل له الاربع شخصيات في البيت مش هيبص بره. ولو بص بره معلش هي تسامح وتغفر، لان هي دي الطبيعه اللي ربنا ارادها، التشريع من السماء ان احنا نستحمل الابتلاءات، وتشريع للدنيا اللي احنا فيها دلوقتي ان الستات كلها اغلبها مش يعني نسبه 6 ل1 دلوقتي، ان ست بنات ورجل واحد، دي التعداد تقريبا ماشي كده. فربنا شرع ده للمستقبل، الازمنه اللي لسه جايه كمان السته دي هتبقى 12 ان شاء الله يعني. فيعني ربنا شرع ده عشان يحاول يحمي ويصون الامه الاسلاميه من انهيارها. يعني لما البنات بتقعد ما بتتجوزش والرجاله ممكن تقعد ما تتجوزش لاسباب اخرى والى اخره، ده بيعمل انهيار. وطبعا هي اكيد شايفه الشوارع فيها ايه وسمعه الشوارع دلوقتي شكلها ايه، وكل ده بسبب ان الناس ما بتتجوزش بسهوله. مش ببيحه بس دي من ضمن اسبابه. وان الاسلام احترم جدا الاسره والدين نفسه، يعني من اساسياته اللي تكوني اسره وتجيبي اطفال، والاسلام وتربي اطفالك يعبدوا ربنا ونوهبهم يعني حتى في سبيل الله في حاجات ثانيه وكده يعني. ربنا يعزك يا اختي مها. الله يكرمك. وانا اشكرك جدا جدا على اتصالك، وبالتاكيد اختنا سامعاك دلوقتي وملايين الاخوات سامعينك دلوقتي، وانت كده دافعت عن الراجل. واختنا اللي في اخر الحلقه اللي فاتت قالت احنا بندافع عن